دايما بنسمع مصطلح الصلابة النفسية، وفي اختلاف كتير في فكرة الصلابة النفسية. فالنهاردة هنتكلم معاكم عن الصلابة النفسية معناها ايه. الصلابة النفسية هي فكرة قوة داخلية بتبقى موجودة جوايا. القوة دي بتخليني قادرة أتكيف أو أتعامل مع الصعوبات المختلفة. قادرة ان انا الصعوبات دي ما تخلينيش ان انا انهار، او تخليني ان انا ادعي ان انا قوية وانا مش قوية. فهي قوة داخلية بتخليني أعرف أستقبل هذه الصدمات بدون ما أنهار، أو بدون ما أنا أبقى مضطربة نفسيا. هل ليها أنواع؟ أو لما بنيجي نستقبل الصدمات بيكون لينا طرق مختلفة في الاستقبال؟ أول حاجة، يا إما الصدمة تعمل لي هشاشة نفسية، أو الصدمة تعمل لي صلابة مدعية الصلابة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بقول انا قوية وانا ما حصليش حاجة، وانا هعدي، وانا مش هاممني اي حاجة. او تخلي الصدمة تخلي عندي صلابة متوازنة او مضادة لفكرة الهشاشة، ما بيحصليش هشاشة بسهولة. ايه الفرق ما بين التانية والتالتة؟ التالتة الصلابة هي فكرة انا بدعي شيء، انا ما حصليش حاجه والموضوع ما اثرش فيا وعادي جدا ولا هممني، فانا انكرت مشاعري ظنا مني ان ده الصلابه. لكن فكره الصلابه الحقيقيه او مضادات للهشاشه، انا انهارت، انا تعبت، انا حسيت بمشاعري و... و... وما انكرتهاش، وحسيت بالالم اللي ممكن يجيلي وعشته، ولكن قدرت ان انا اقوم اقف من تاني. فبقت عندي تجربة سابقة في فكرة ان الألم مش هيعمل فيا حاجة، وان الألم مش هيأذيني ولا حاجة، وان الألم هعرف اتغلب عليه. فعشت الألم مش أنكرته. الصلابة المدعية أنا أنكرت الألم، أنا مرضتش أحس بالألم. طب إيه المكونات اللي تخلي عندي الصلابة النفسية الحقيقية؟ أول حاجة فكرة الالتزام. أنا بعرف ألتزم اتجاه نفسي مش الآخر. يعني الصلابة ملهاش علاقة أبدا بالآخر، أنا بعرف ألتزم اتجاه نفسي. أنا بعرف أتحكم في إدارة مشاعري ولا لأ. أنا بعرف أتحدى ولا لأ. الثلاث حاجات دول، هذه المكونات تخلي عندي صلابة أو لأ. لما أكون قادرة ألتزم اتجاه نفسي، لما أكون قادرة أعمل تحديات بسيطة لنفسي وأكسبها، لما أكون قادرة إن أنا أعرف أتحكم وأعرف أدير مشاعري بطريقة صح، إذا أنا عندي صلابة. طب إيه العلامات اللي بتقول إن أنا عندي صلابة نفسية؟ أول علامة، ما بستسلمش بسهولة. تاني علامة، بقدر أهدي نفسي وقت التوتر أو وقت الصدمة أو وقت الغضب، بعرف أهدي نفسي مش بجري على رد الفعل. الحاجة التانية، ما باخدش كل حاجة بصفة شخصية. لا، مش كل حاجة أخدها بصفة شخصية، ده رأيه هو، مش أنا، ده موقفه هو مش أنا. الحاجة التانية، بدور على حل مش بقعد ألوم. فالثلاث حاجات دول أو الأربع حاجات دول الحاجات اللي بتخليني أنا من العلامات اللي بتقول أنا عندي صلابة نفسية. طيب ليه في ناس عندها صلابة نفسية وناس تانية ما عندهاش صلابة نفسية؟ أول حاجة، هي الصلابة النفسية أو القوة النفسية بتيجي منين؟ بالتربية، من المواقف السابقة أو التجارب السابقة، من الوعي الجمعي. دول اللي بيشكلوا لي حالتي النفسية، دول اللي بيشكلوني مدى قوة تحملي في إدارة الصدمات. فالتربية، فالكلام الوعي الجمعي، فالتجارب السابقة، فطريقة تفكيري هتأثر فيها وهتخلي عندي صلابة يا لأ. فعلاقتي بنفسي هتخلي عندي صلابة يا مش هتخلي عندي صلابة. طيب لو أنا اكتشفت إن أنا ما عنديش صلابة، ينفع يبقى عندي صلابة؟ ينفع جدا. إزاي؟ أول حاجة، إن الصلابة النفسية دي حاجة بتتبني واحدة واحدة. فأدرب عقلي إن في تغيير، إن التغيير ده سنة الكون أصلا، وإن التغيير ده ليه تمن. فأنا عندي استعداد لدفع التمن ولا ما عنديش استعداد؟ فأنا عايزة أتغير والناس تفضل زي ما هي؟ أنا عايزة أتغير والناس موجودة زي ما هي؟ لا، ممكن ناس تمشي، ممكن ناس تيجي، ممكن ناس تعترض، وهكذا. فدي أول حاجة. الحاجة التانية، بعرف أهدي جسمي وبعرف أسمعه، ولا في حالة العصبية ما بعرفش أسمع أي حاجة خالص؟ دي النقطة التانية. بعرف أسأل نفسي أسئلة ذكية
وبالتالي هتبقى بدور على اجابات ذكيه، بدل ما اقول هو ليه بيعمل فيا كده، اقول انا اتعلمت ايه. بدرب نفسي على فكره تحمل مشاعر غير مرغوبه، زي انا زعلان اقول دي فتره وهتعدي، انا محبط فتره وهتعدي، ما يبقاش في عندي شعور كده مش عايزه اتعامل معاه، مش عايزه اجي جنبه. طيب، بعرف صوتي الداخلي وبعرف اغيره ولا لا؟ بعرف ده مين واقول لا ده الصوت ده قديم ما عادش مناسب ليا وده الصوت الجديد فبعرف اغيره ولا لا؟ بعرف ادخل نفسي في تحديات بسيطة واعرف اكسب هذه التحديات من باب ان انا ب... بدخل مساحات جديدة في وعي ولا لا؟ طيب، تمرين علشان نعرف صلابتنا النفسية. اول حاجه محتاجه ان انا اسمي شعور. فكره الصلابه النفسيه هي في المقام الاول اداره مشاعر، بعرف اديرها ولا لا؟ مش هعرف ادير المشاعر لو انا مش عارف اساميها، لو مش عارف انا عندي ايه، لو انا مش عارف انا حاسس بايه. ما بحطش مجهود في ان انا اعرف انا حاسس بايه اصلا. زعلان وخلاص، يعني ده زعلان ولا حزين ولا غضبان ولا ايه، ما مش مهم. فاول حاجه بسمي الشعور. تاني حاجه بشوف ان ده جزء، الشعور ده جزء وهيمشي مرحلة وهتعدي، ولا أنا بقيت كده خلاص. فبسميه، بسأل نفسي ده واصلة لي إن ده جزء هيمشي مرحلة وهتعدي ولا لأ. أحط جمل قوية زي مثلا أنا هقدر أتعامل مع ده، ده مرحلة وهتعدي وأنا كنت قادر إن أنا معرفتش، بتعلم إزاي أتخطى، بتعلم إزاي أعدي ده. التمرين ده او الثلاث اسئله دول بيساعدوني ان انا يكون عندي صلابه نفسيه، واقدر استحضر بقى الصلابه نفسها، واقدر ان انا فعلا عملت اداره للمشاعر بطريقه بتحسسني بقوه ارادتي، بتحسسني بان انا اقدر ان انا اوصل للمشاعر اللي انا محتاجاها او اللي انا عايزاها. انا من تركوتش شيماء حز، اشوفكم على خير.